عاشقات الجنان، وصايا من الجنان توصل إلى الرضوان بإذن الرحيم الرحمن، باقات من الورود إلى صادقات الوعود الموفيات بالعهود المخبتات للرؤوف الودود. الباقة الأولى. أول بطاقات المعايدة في سجل النهار، وأول صفحات الأنس في دفتر اليوم صلاة الفجر. افتحي بها نهارك لتكوني في ذمة الله وحفظه ورعايته، إنها أول علامات القبول وعنوان كتاب الفلاح وحياة العز وثمرة التقوى. الباقة الثانية. انظري إلى نفسك نظرة إعزاز وإكبار. إذن إنك تفوقين العالم بإيمانك وتتحدينهم بحيائك، فأنت بإيمانك أبهى من الشمس في ضحاها، وأصفى من القمر إذا تلاها، وبأخلاقك أزكى من المسك، وبتواضعك أصفى من البدر، وبحنانك أهنأ من الغيث. فحافظي على جمالك بالإيمان، وعلى قلبك بالطاعة والإذعان، وعلى عفافك وإشراقك بالحجاب، واجعلي حياتك لرب الأرباب، فليست حياتك الفضة والذهب، ولا غرامك العشق والطرب، ولكن قدميك في الثرى، وهمة هامتك في الثريا، بظمأ الهواجر والاستغفار بالأسحار، وصدقة السر وسلامة الصدر، لسان الحال. يا إله الكون قد أسلمت لك، رب فارحم ضعفنا ما أرحمك. الباقة الثالثة. العاشقة شعارها لا يأس، لا قنوط، لا حزن، التفاؤل بالمستقبل، والقادم أحلى. ربما كنت تفكرين في وظيفة مرموقة لكنها ذهبت، لا تحزني عليها لأنها ليست من رزقك، فلو كانت لك ما أخذها غيرك. ولا تبكي على فراق فتى كنت تتمنين وتحلمين أن يكون فارس أحلامك، والخير فيما يختار الله. ولا تأسفي لفوات فرصة استثمارية مضت عليك، وعليك بروح التفاؤل، ففيه الخير، راحة القلب، وحسن الظن بالله، وهو سبحانه عند حسن ظن عبده وأمته به. فإذا أغلق الشتاء أبواب بيتك وحاصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظري قدوم الربيع، وافتحي نوافذك لنسمات الهواء يأتيك برائحة النخل والخزامى، وانظري لتري تفتح الأزهار ونضاج الثمار وحفيف الأشجار وأسراب الأطيار، وقد عادت فرحة مستبشرة تغرد وتغني. وسوف ترين الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك غدا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. عندها انظري للروض بساما غدا ينشد الطير به ما يطرب. فيا عاشقة المجد ويا سليلة الرشد، إذا حل الهم وخيم الغم واشتد الكرب وعظم الخطب وضاقت السبل وبارت الحيل، نادي ربك سبحانه، لا إله إلا الله العظيم الحليم. عندها تزول الهموم وتذهب الغموم وتسكن السعادة. فصبرا على حلو الزمان ومره، فإن اعتياد الصبر